ذكر التنوخي في كتابه أدب المحاضرات أن أحدهم رأى رؤيا لأبي الحسن الأشعري، وخرج من تلك الرؤيا أن أبا الحسن الأشعري لم يحسن في توبته. ما لنا وللرؤيا هذه؟ لنا أنه ألف كتاب الإبانة وتكلم بكلام في الجملة من حيث الإثبات ومن حيث الموافقة لمذهب أهل السنة. فالحمد لله الإنسان يعامل بما ظهر منه، وهذه استئناس أحيانا واستبشار. فمثلا إذا روي مبتدع في هيئة سيئة نحن ما بدعناه من أجل هذه الرؤية، فتجد أن كثير من المغرضين يقول انظروا كيف يحكموا على الناس بسبب رؤيا. لا أبدا أبدا، أهل السنة ما يحكمون بسبب رؤيا، إنما يكون مثلا قد حكم عليه بدعة بضلالة بما هو فيه من الوقائع والحقائق، ثم يرى رؤيا توافق ما قد ذهب إليه، فذلك. إلا ما نحكم على إنسان بمجرد الرؤيا، والله المستعان، لأنها قد تكون نذارة وهو سني ويصلح ما بينه وبين الله أو الخلل الذي وقع فيه، وبعد أيام نراه على أحسن حال، والله المستعان.